من أهم الفقرات اللي احنا دائما نحاول نركز عليها هي المطالعة والقراءة. في فقرة آخر ما قرأت فرات الموسوي شاب يعشق مطالعة الكتب. خلونا نتابع مع ابتسام الصافي وهذا الفقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فرات ناظم وهيب الموسوي، تدريسي في كلية الإمام الكاظم عليه السلام، وعضو جمعية الخطاطين العراقيين ورسام تشكيلي، وكذلك أكتب القصة القصيرة والشعر العمودي والنثري، وحب القراءة والاطلاع بالدرجة الأساس طبعا. طبعا والكتب التي قرأتها كثيرة جدا، قد تتجاوز المئات من الكتب أو أكثر يعني، لكن تأثرت ببعض الكتب. أذكر لكم كتابين على سبيل المثال. الكتاب الأول اللي تأثرت به نوعا ما هو كتاب الغزوة السادسة للمؤلف البروفيسور صالح الطائي، طبعا تحياتنا إليه. هذا الكتاب نبذة مختصرة أتكلم لكم عنه. سبب تأليفه هو انتشار صورة بالشبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لشخص يحمل لافتة مكتوب عليها الرسول شق أم قرفة إلى نصفين. طبعا أم قرفة هي امرأة عجوز، ومنسوبة للرسول أنه شق هذه الامرأة العجوز إلى نصفين. طبعا هذا الفعل الإجرامي يستحيل أن يصدر عن الرسول، مما اضطر بالمؤلف اللي هو الدكتور صالح الطائي إلى جمع هكذا أفعال منسوبة للرسول الإجرامية من قتل وسلب وإجرام وما إلى ذلك، بجمعها بكتاب واحد اللي هو هذا، وناقشها بالدليل القاطع والاستناد للأدلة التاريخية. وفي النهاية نجد أنه أثبت أن الرسول هو نبي الرحمة، نبي الرحمة، ويستحيل أن تصدر منه هذه الأفعال اللا إنسانية أبدا. ونصيحتي طبعا هذا الكتاب يجب أن يدرس في المدارس الأكاديمية والحوزوية، يجب أن يدرس هذا لأهميته يعني. أما الكتاب الثاني اللي تأثرت به نوعا ما هو مختلف، رواية اللي هو هياكل خط الزوال. طبعا هذا الكتاب بي يعني صدفة موقف طريف جدا، أنه قبل يوما من هذا الكتاب تكلمت أنا وبعض أصدقائي من أن الرواية في العراق قد انتهت أو هي في انحدار شديد يعني، أو أن كتاب الرواية ليس لهم وجود في العراق. فسبحان الله في اليوم التالي في رابطة دجلة الأدبية كان حضور مجموعة من الأدباء والروائيين. تعرفت على هذا المؤلف الراوي، طبعا ما أعرف لا اسمه ولا أبد يعني، فأهداني هذه الرواية وطلب مني قراءتها، وكأنه يعرف نظرتي عن الرواية العراقية. فبعد أن فتحت أول صفحة من هذه الرواية، الصفحة الأولى، مجرد أن بدأت بقراءة أول سطرين لم أجد نفسي إلا وقد انتهيت من الرواية، وذاك لأسلوبها السلس والبسيط. طبعا هذا التجسيد هو للواقع اللي نعيشه احنا، مجتمعنا دائما نضطر إلى فعل أشياء قد نجبر عليها، يعني احنا ما نرضى بها أبدا. هذا تجسيد واقعنا، الواقع العراقي اللي احنا نعيشه. حقيقة نصيحتي أنه للشاب والمجتمع والإنسان أنه بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة، إذ أنه لا يمكن أن يتطور الإنسان أو الفرد من دون القراءة أبدا، وهي سبب أساسي في الإنسانية وفي الرقي وفي الازدهار وفي كل شيء. برأيي أن أساس العالم الحديث المتطور والمزدهر هو تبدأ من القراءة والاطلاع. مشاهدينا الكرام، إذن شكرا للزميلة ابتسام الصافي اللي عدت هذا التقرير. فعلا يعني هو شاعر ويقرأ، يعني هذا الموضوع كلش يخدم كل الشعراء، أنه نوه في صباح الخير يا عراق هذه رسالة للشعراء أنه يقرون ويطالعون الكتب للزخم الهائل الموجود من المفردات والبدائل والكلمات والمرادفات اللي راح يستفيدون من عندها، خاصة أنه الشاعر يحتاج أن تكون عنده بدائل بالكلمات.